بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات مع أم زينو، طرازة الجزائرية، الطرازة العنابية من مدينة عنابة الجميلة. بعد هذا الغياب باش نرجع لكم حبيباتي كل شيء بالمكتوب وظروف فقط. هذه هنايا معنا قندورة المجبود والفتلة، خاصة بتقاليد وثقافتنا تاع عنابة. هدية تصديرة تاع العروس العنابية من شرق الجزائر. هذه هنا تتلبس هي الأولى، هذه القنطورة الأولى اللي تتصدر بها العروسة في الحنة تاعها. هذه هنا مخدومة بالطرز كما تشوفوا البنات. لهنا الطرز راهو عريض، والقطيفة هذه راهي القطيفة الألمانية، يعني أجود أنواع القطيفة بعد الجنوة، فقط فيها شوية الوبرة وكيف ما. لكن كاينه طريقه وكاينه عده طرق باش تغطي الوبره هذه. ديري تخساج دوبلي، يعني دو ولا تخوا فوا، بحيث يجيك طرز الفوق بومبي شوفي، والقطيفه راهي لتحت. وهنايا نديرو هذوك العوينات ونعمرو، ومن بعد نعمل وديك الويت في الجنب. المهم هذه الخدمه دي تاع الفتله تخص السيده اللي تخدم معنا الفتله. هنا الطرز فقط لازم عريض، ولازم يكون المجبود حر. المجبود احنا نقولوا اللغه دي المجبود تاع الماشينه في الشرق الجزائري، خاصه مدينه عنابه. اما في الجزائر وسط وفي الغرب راهم يسموه الشعره. انا ما نقولش الشعره، نقول المجبود، لانه يشبه كتير المجبود الفريده اللي نخدموه على الجلد، نفردوه على الجلد ولا على الكاغد الخشين، يتخدم بابره سبيسيال يقولوا لها اللشفه. وهذه الصنعه راهي موروثه من الجد للجد، وكان اللي كان الاول في الجزائر كامله وبالك في العالم العربي كامل هو العنابي المرحوم عبد العزيز بن زراري الله يرحمه، كان يسكن في بلاص دارم. هو يعني محترف الطرز التقليدي في الجزائر وفي مدينة عنابة. هنايا راني قاعده نطرز في لابورتور تاع القندوره هذه، بصح بدون قرقاف، مانيش نستعمل في القرقاف كما راكم تشوفوا. بدون قرقاف، فقط ندير بخوميي تراساج الاول، ومن بعد ندير التراساج الثاني. فقط هنايا لازمك تعرضي الغرزه. لازمك تعرضي الغرزه، ولازمك تشرجي مليح عجل الوبره تاع القطيفه باش ما تبانش. كاين ياسر سيدات يسقسيوني ما يقولوا لي ما تخدميش على قوم. انا ما نخدمش على قوم وما نحبش الخدمه تاع لا قوم. انا لا قوم عندي في الدار، لكن عملتها نديرها غير الفراشيات كرمكم الله تاع البالاديوم تاع ولادي. فقط نقولوا حط رجلك، نفصل ال 42 وال 43 ونحطها في البالاديوم يسيتو. وعلاش؟ لانه لا قوم راهي تحكم الماء، يعني ما على باليش تشرب ليميديتي حتى اللي كاينه في الدار، وبعديك تخرجها تطلقها فوق القطيفه هذيك تطلقها فوق المجبود راح يزرق. لذلك نلقاو معظم الطرز الالكتروني تاع لي ماشين الكترونيك هذوك تاع الميكرو بالمجبود، ديما المجبود تاعهم قري، وديما المجبود تاعهم اكحل، وديما كاينه هذيك الزوائد هذيك على الحواشي تاع لاقوم خارجه، ماشي ماهيش ملاحه ما تعجبش. لكن الطرز المليح هو الطرز على الماشينه الصناعيه اللي هي الماشينه الاندستريال. ما تعبيش روحك سيداتي وديري لاقوم، ديري دوبل تخاساج، نخسروا شويه في المجبود بصح نخدموا خدمه مليحه اخلعه. هاو التخساج تاعنا، شوفوا ها ترساج عالي، وشوفوا القطيفه لتحت. هاو التخساج وين، وهاي القطيفه وين. كملوا. البنات اللي تحب اي استفسار تكتب لي باقة بالتعليقات. شوفوا ما نخدمش نرجع. هذوما
لقنا القنادر تقال ياسر ياسر ياسر، حتى شوفوا قدماش، حتى كي تداري تخدمي فيها راكي تقلبي وتدوري. درك تشوفوا البنات الشوكه تاعها شوكات ماشي شوكه. شوفوا راهي شوفوا زيماش راني مطبقه فيها ياسر. شوفوا يعني طالعه. شوفوا هاي ليكم، ها شوفوا قدماه حسن دقيقه البنات. شوفوا هاي الرقبه تاعها، شوفوا هي قدماه راهي ربي يبارك ما شاء الله. هذا كامل يتعمر لنا بالفتله. لهنا عندنا اقشر الحوت، هنا عندنا نديرو الدربوكه، نديرو فيها شويه تحمار تجي ملاحه خضره. لكن لهنا نديرو على الحرف نديرو هذاك الويت نقول انا بالفتله 8 هذيك بالفتله. هذه هنايا تعمير تقشر الحوت. هنا كيف قشور الحوت بالاصفر. لهنا كعبه عدس كعبه كونتي فوق منها، ولا نعملو دربوكه ولا كعبه يستخاص يعني اسورتي مع القندوره نعدلوها في البوردو والا في الدوغي. هذه القندوره شوفوا الرشمه تاعها راهي كبيره تكمل يا البنات، ونهبطها لكم باذن الله تشوفوها. وكل مره نعطيلكم حاجه من التقاليد تاعنا تاع الجزائر الحبيبه اللي راهي الثقافه هذه راحت خلاه كلشي طغى غير الطرز الالكتروني. لكن لما تشوفوا الطرز هذا راهو احلى من الطرز الالكتروني. مرحبا بكم البنات. اي استفسار خليولي في التعليقات. هذه القندوره كي يقولوا لكم واش اسمها قولوا لهم قندوره الشاقور. شوفوا احنا الشاقور هذيك الاله الحاده الساطور هو الشاقور هذاك نقصوا به اللحم. هنايا فقط هنا هذا الشاقور عملناه على شكل اقواس. هيا البنات بارطاجيو لي القناه باش تطلع. راني تحت خلاص مشني يعني نقول لكم بارطاجيو لي باش نطلع جلبه هكا ولا هكا. ما كاين حتى شيء والله ما كاين حتى شيء، نخدموا فقط لوجه الله نعت للبنات. مرحبا بكم البنات وان شاء الله ملاقات الخير.